السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل عشاق نادي الهلال السعودي حوالين العالم. نادي الهلال إن شاء الله النهاردة عنده مباراة مهمة جدا مع نادي التعاون في إطار منافسات الدوري السعودي. المباراة الساعة 5 مساء بإذن الله. طبعا نادي الهلال دلوقتي والحمد لله هو متصدر وأديله فترة متصدر ترتيب الدوري السعودي برصيد 32 نقطة وبفارق 4 نقاط كاملة عن نادي النصر في المركز الثاني، ثم النادي الأهلي في المركز الثالث برصيد 26 نقطة، ثم التعاون في المركز الرابع برصيد 25 نقطة، فالفتح فالاتحاد فالاتفاق فالوحدة. المباراة النهاردة إن شاء الله بإذن الله هيلعب فيها نادي الهلال بتشكيلة على الأغلب إلى حد كبير شبه تشكيلته في المباراة اللي فاتت. هيلعب في حراسة المرمى ياسين بونو، هيلعب أمامه ياسر الشهراني، كوليبالي ومحمد جحفلي وسعود عبد الحميد، أمامهم محمد كنو، عبد الإله المالكي، أمامهم سالم الدوسري ومالكوم وميشيل دالجادو، وفي الهجوم متفردا ألكسندر ميتروفيتش. يمكن اليومين 3 اللي فاتوا أثير موضوع من المواضيع اللي بكل أسف يعني كل ما افتكرها أزعل بصراحة، وهو موضوع نيمار، وقد إيه إن صفقة نيمار بكل أسف واضح إن هي خلاص أصبحت في حكم الغير موجودة، لأنه بشكل رسمي نادي الهلال أمس قرر إن هو يرفع اسم نيمار من قائمة الأجانب في الشتوية المقبلة. طبعا مش من المنطق ولا من العقل ولا من الإدارة إن أنت يبقى عندك لاعب يشغل القائمة وكمان ياخد كم كبير جدا من الأموال في عقده، وبالتالي على الأغلب نيمار خلاص هو خارج نادي الهلال السعودي. وامبارح جيسوس كان بيتكلم مع إدارة نادي الهلال وطلب منهم ان هم يتعاقدوا مع ظهير أيسر غير نيمار. الأمر صعب من وجهة نظري، ولكن بصراحة يعني نادي الهلال السعودي من أكتر الأندية اللي صفقاته متميزة، واللي عنده يمكن أنجح صفقة وهي متروفيتش، بالإضافة طبعا لرياض محرز مع الأهلي بكل تأكيد. يمكن دول الصفقتين الأنضج والأفضل في الدوري السعودي لهذا الموسم، على عكس نادي الاتحاد اللي بكل أسف حتى صفقته مع كريم بنزيما ما زال عندها مشاكل إلى الآن والأمور مش متظبطة، وأقالوا المدرب نونو سانتو. طبعا هنشوف إن شاء الله الأيام المقبلة هتعمل إيه بإذن الله. دمتم في أمان الله وبالتوفيق لنادي الهلال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.